حبايب قلب ام ادم. السلام عليكم يا حبايب قلب ام ادم. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا نصلي على النبي كده في قلبنا عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا، اولا انا بحبكم جدا جدا، وبحب وقفتكم جنبي، وبحب ان كل واحد سالني وكل واحد قال لي، وانا قلت لكم تحديثات في القناه. ده عشان انا ما اقلقكمش، ما خليكمش تقلقوا على القناه وتقلقوني معاكم. يعني انا لو كنت قلت لكم القناه حد حاول يسرقها مني، كنت هتفضل تقول لي خلاص يا ام ادم القناه ضاعت، خلاص يا ام ادم افقد الامل. انا بقيت اشجع نفسي، واقول لا القناه هترجع، لا القناه هترجع، محدش يقدر ياخد حد، يشجع حد وتعب حد. انا تعبت ولفت على البنكود حقاش لما جبته، ولفت على حقاش حد فعل لي القناه ولفيت، انا لفيت وقدامكم المجهود اللي عملته ده قدامكم وتعبت. وانا يا حبايبي انتم مطلعين عليا انا بحت القناه، وما دام بعت القناه، وما دام بعت القناه، قناتي اللي ابيعها، ابيع رزقي، ابيع تعبي، ابيع فضل ربنا عليا، ابيع متابعيني. طب انا بحتها فين القناه؟ ما حقت حتى اللي اشتراها هيغير الاسم، هيمسح الفيديوهات، هيبقوا فيه المشتركين عشان حتى تلغوا الاشتراك منها. لو انا بحتها تظهر تبع اليوتيوب تاني. ما هي مش ظاهرة، هي مش ظاهرة على اليوتيوب اصلا، ما ظهراش. اولا انا ما كنتش عايزه اعمل الفيديو ده الا لما لقيت كميه رسائل: يا ام ادم انت بحت القناه، يا ام ادم انت عملت القناه. بصوا حبايبي، دلوقتي انا معايا عدتين، انا مش عارفه مالها الاضاءه مش حلوه ليه، بس عامه انتوا شايفينه وخلاص لحد لما اظبط الدنيا وترجع القناه تاني ان شاء الله باذن الله. بصوا عامه انا معايا فيديوهين، معايا تليفون، انا دماغي مش فيا على فكره، معايا تليفونين، تليفون مع الاولاد وتليفون معايا. التليفون اللي بكلمكم منه ده انا كنت لسه جايباه جديد. بصوا، اول حاجه كان معايا التليفون الاسود ده مفعله فيه القناه. اول ما بدات على السوشيال ميديا كان معايا هو التليفون الاسود اللي بيلعبوا بالعيال. دلوقتي انا لما الناس بقت تقول لي التصوير مش حلو يا ام ادم، التصوير مش حلو يا ام ادم، رحت عملت ايه؟ سحبت تليفون من بتيك جوست، ونقلت الصفحه من هنا لهنا، نقلت الصفحه من هنا لهنا في التليفون الجديد. طبعا يعني اي حد بيعمل كده، اول ما بتشتري تليفون جديد بتنقل الصفحه من هنا لهنا. عملت كده. انا اطلع من التليفون القديم، لا ما طلعتش من التليفون القديم. قلت خلاص، يعني انا ما اعرفش يعني حد هياخدها ولا حد هيعمل كده ولا حد قلب اسود كده، ما اعرفش ولا مفكره في كده. خلاص طالما التليفون التاني في البيت، خلاص مش هطلع منها القناه. وكنت يعني انا كنت عامله ان انا عايزه اطلع منها برضك عشان العيال ما ينشروش فيديو، يمسحوا فيديو اتجازانا مثلا كده، كنت بفكر ان انا اطلع منها. دلوقتي انا ما طلعتش منها. دلوقتي العيال، احنا كنا لسه جايين من بره، امسكوا التليفون في ايديكم، اتفرجوا على فيديوهات على الكنبه، اتبعت لينك بقى على الجيميل، داسوا على اللينك بقى، فجأة القناة مفيش القناة. قالوا يا ماما زين القناة كذا 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 كذا، العيال قفلوا القناة. انا فكرت العيال قفلوها، عايزه اطلب الرقم السري يا ماما زين عشان افتح القناة تاني. قالت لي حاضر، كتبت لي الرقم السري، وبنسخ الرقم بيطلع لي غلط، انسخ الرقم واحطه في القناة بيطلع لي غلط. بعتوا لي رسالة: تم تغيير الرقم السري، غيروا الرقم السري بتاعي بتاع القناة. بعتوا لي رسالة باسم التليفون اللي دخل على حسابي، ما كل حاجة باينة بقى عندي. بعتوا لي رسالة على طول: يا باي يا ماما زين غيروا الرقم السري ومش عارفة وبزرية. قدمنا طلباتنا وقدمنا اوراقنا وقدمنا حاجتنا، وقدرنا ان احنا نسترد الحساب بتاعي تاني. يعني احنا استردنا الحساب، بس دلوقتي اليوتيوب ما يعرفش في كده. اليوتيوب شك القناة دي بتاعتك ولا بتاعت الشخص اللي غير الرقم السري. ما هو لازم هيشك، عايز اثباتات عشان يعرف ان هي بتاعتي. انا قدمت الاثباتات اللي معايا، وقدمت الرقم السري بتاعي، وقدمت كل حاجتي اللي معايا، وادعوا لي ان شاء الله ترجع. هي ده كل المشكله. انا مش عايزه اقلقكم، مش عايزه اخوفكم، كنت عايزه اعمل الحاجه كلها دي في الضرر، لكن مجرد ان توصل للبيع. انا هبيع شجايه، هبيع تعبي، هبيع حاجه تعبت عليها.
هبيع حاجة قعدت اتعرف على الناس الوحشة بسبب تفعل لي واتسيس معاهم ويتكلموا عليا؟ ده انا اتعرفت على ناس ما كانش لازم ان انا اتعرف عليها، اتعرفت على ناس اذتني في حياتي، وغلطتي ان انا غيرت الرقم السري بس بتاع القناة، ما غيرتش اسم الجيميل، ما غيرتش الجيميل بتاعي. بعتولي لينك على الجيميل، نفس التليفون اللي كان بيفعل لي هو نفس التليفون اللي سرقها، اللي كان بيفعل لي زمان قبل مامة زين، قبل مامة زين ما تبدأ معايا. نفس التليفون اللي كان بيخش على قناتي هو اللي دخل على قناتي وخدها. معايا الاثباتات ومعايا كله، بس انا مش هطلعها دلوقتي لما استرد قناتي، وان شاء الله ادعولي. انا استرديتها، يعني انا رجحت القناه وغيرت لها الرقم السري خالص، يعني القناه مش مع حد، القناه مع اليوتيوب. ادعولي 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 اني يرجعها لي تاني، وارجع اصور فيها، وارجع لمشتركيني، وارجع لمتابعيني، وارجع لحبايبي. وتابعونا على القناه الجديده دي بتاعتي، ام ادم. ام ادم ما تعرفش يعني ايه بيع، ما عرفش يعني ايه ان انا اخد قناه وابيعها، ما عرفش كل ده، انا ما عرفش الكلام ده جايبينه منين. اديكم شفتوني كنت بعمل ايه، كنت بقول يا رب مش لاقي حد يفعل لي قناتي، يا رب مش عارفاه، يا رب طب ابصريه، يا رب. ده انا تعبت، انا تعبت في القناه دي، مش هبيع شجايه، مش هبيع رزقي، مش هبيع تعبي، مش هبيع يوم وقف انا 10. انا ولا قادره اصور، ولا قادره انزل فيديوهات، ولا قادره اتعامل بسبب القناه. انا واحده غيري تقول لا انا اصور واعيش حياتي واعمل حياتي، انا عايشه حياتي وفرحانه ومبسوطه. بس ما تعلموش ايه اللي في قلبي، ما تعلموش انا تعبانه كده وزعلانه كده على القناه. يبقى انتوا ما تجوش على الجرح وتحطوا، ما تجوش على الجرح وتولعوها ان انا بحت القناه. انا ما بحش متابعيني، انا بحت. طب انا بحت يا جماعه، خليكم معايا. فين القناه مش ظاهره ليه؟ طب على اليوتيوب مخفيه ليه؟ بحتها. طب انا دلوقتي بحتها، مش هو اللي اشتراها ده هيغير الاسم؟ طب فينها؟ انا نفسي اشوفها، انا نفسي اشوفها، مفيش، مش باينه. ما تظلمونيش يا حبايبي، انا تعبت كتير في القناه دي وادعوا لي ان هي ترجع. ده انا ما كنتش عايزه اعمل كل الشوشره اللي احنا عملناها دي، ما كنتش عايزه حد يعرف ان القناه اتسرقت مني، ما كنتش عايزه اعرف حد لحيت لما رجح قناتي. بس انتوا اللي زنتوا عليا. ام ادم اتسرقت، ام ادم اتعملت، ام ادم انت بحتيها يا ام ادم، طب ريحينا. انا حبيت اطمن قلبكم واقول لكم انا استرديت الحساب اللي كانوا هيحاولوا هيسرقوه، هم سرقوه، بس انا مأمناها بكذا امان. يعني لو اتسرقت من هنا مش هتسترق من هنا، انا مأمناها. والحمد لله الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع، يعني نستردها تاني. بس اليوتيوب مش راضي يسيبها دلوقتي لما تقدم اثباتات قويه، وانا قدمت اثباتات قويه. هيرد علينا في خلال يومين، ما دي مش بيرد في الساهل، مش بالساهل. لازم تقدمي، لازم تستني لما الدعم يرد عليكي، لازم تصبري، لازم تصبري. ما هي الحياه، الدنيا دي مش بالساهل. غلطه حصلت، غلطه من عيل صغير داس على اللينك، خلانا كلنا رحنا في دوامه، خلانا ابص كلنا. انا ما بنامش ليل ونهار في القناه، ليل ونهار معذبه مامة زين، ليل ونهار مامة زين سهرانه لحية الفجاري، من الصبح للفجر كده بتأمن القناه من تاني، بتحاول ان هي ترجع القناه تاني، بتحاول ترجع القناه بفروغ الصبر، باقل الامكانيات، يعني في اقل الايام. بدل ما يدوك 7 ايام بتحاول تخليها يوميا، بدل ما يدوك يومين بتحاول تخليها يوم، على قد ما نقدر. يبقى انتوا استنوا علينا، استنوا علينا لما تظهر القناة من تاني. هقول لكم على كل حاجة حصلت معايا، وهطلع اللي انا معايا السكرينات ومعايا كل حاجة. بس ان شاء الله هتبقى في القناة الجديدة، القناة القديمة بتاعتي، لما افرح بوجودها. يبقى انتوا حجتكم تبقوا سندي، تبقوا ظهري. انتوا عارفين ان ام ادم كده، ده انتوا عارفين قبلي ان انا كنت فرحانة بالمتابعين اللي عندي، وكنت مستنية اكمل 50,000 مشترك عشان احتفل، كنت مستنية اكملهم، وكنت خلاص هكملهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يا حبيبتي، بصي بحسب بعدد شعر راسي،
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في المفتري والظالم وابن الحرام. الله يا حبيبتي زي ما بصي، الله يكسر قلبك زي ما كسرت قلبي، الله يحرق قلبك على عز ما بص، على عز شخص بتحبيه في حياتك ان شاء الله باذن الله. باذن الله باذن الله هيحرق قلبك زي ما عملت فيا كده اللي اسمها ام عبد الرحمن. الله يحرق قلبها، الله يحرق قلبها. ومش هسكت ومش هسيبك، هوديكي في 60,000 داهية على اللي انت عملتيه. اللينك اللي انت بعتيه ده على التليفون وما كنتش انا موجودة، العيال داسوا عليها، هخليكي تندم عليها، هخليكي تندم عليها. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. كسرت فرحتي، ده انا كنت مستنية 50,000 مشترك عشان هحتفل معاكم. هروح ابيعها، هروح ابيعها، ابيع رزقي ورزق عيالي، ابيع شقاية، ابيع تعبي. ده انا صدقت ما سكنت في شقة كويسة، صدقت ما بقى عندي حياة كويسة، صدقت ما هيخش لي راتب كويس، صدقت ما هيخش لي راتب كل شهر، صدقت ما بقيت ليا جمهور بيحبني، ليا متابعين بيحبوني. اروح ابيعهم ليه؟ ليه يا حبايبي؟ انتوا ما تعرفوش ام ادم قلبها طيب قد ايه وما تعرفش. مش عشان نفسي، مش طيبه، مش طيبه يا ست، مش هقول ان انا طيبه، مفيش حد طيب. ما تعرفوش قد ايه انا كنت فرحانه بال40,000 اللي عندي، وكنت فرحانه ان انا فاضل لي 10,000 واكمل ال50,000 عشان احتفل معاكم، احتفل مع اخواتي، احتفل مع حبايبي اللي بيحبوا ام ادم. ما كنتش عالمه، ما كنتش عالمه ان انتوا هتفكروا فيا التفكير الوحش ده. انا كنت عالمه لما اقول لكم تحديثات خلاص هتصدقوا ام ادم، واول ما تبان الحقيقه بقى وارجع قناتي هطلع افهمكم 1 2 3 4 5 6 على طول كده. مش عايزه حد يشتغل باله، اصل انت هتقلقوني يا ام ادم محيط اتسرقت مش هترجع تاني القناه. ما تحطيش املك، انا مش عايزه حد يقلقني، انا عايزه حد يقف معايا، عايزه حد يحط لي امل في الحياه ان هي مثلا هترجع. عملت في الساكت ورجعتها، بس اليوتيوب خفيها، اليوتيوب مش راضي يظهرها. ادعوا لي ان يظهرها لي في اقرب وقت، بس انا محتاجه منكم الدعوه دي بس، مش اكتر ولا اقل. وربنا ربنا 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 هيرد لي حقي وهياخد لي حقي، وهاخده بالقانون. مش هسكت على حق المره دي، هاخده بالقانون والله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ان شاء الله بيتك يتخرب ما يخلي في حته سليمه ان شاء الله باذن الله. بحزم من قلبي والله، بحزم من قلبي. واسيبكم بخير وسعاده يا حبايبي، وطولت عليكم في الفيديو ده. انا حبيت افضفض لكم واقول لكم اللي حصل معايا بس. يلا سلام يا حبايبي، اشوفكم في فيديو احسن من دوا وانضف من دوا. يلا باي.